السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل نوع من الممدود اللي هو المعمول المفرود، يعني من نوع من انواع من الدقيق الروعة. ان شاء الله هعمل بعد كده ان شاء الله مقارنة بين انواع الدقيق وفوائدها. عندي هنا دقيق دخن، والدخن نوعين، فيه لون غامق وفيه لون ابيض، يعني فيه لون رمادي وفيه لون ابيض. ده رمادي واللي هو هنا على الشمال، وشعير. ده نوعين الدقيق هنمزجهم مع بعض. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كالعادة. هيكون عندي صينية طبعا فردها بورق الزبدة وزبادي والبيكنج باودر وزيت الزيتون. مش هنستعمل سمنة ولا زبدة، هنستعمل زيت زيتون. الممدود ده طلع روعة، انا عملته ورا الكاميرا، ولما لقيته بالجمال ده ومختلفش عليه اتنين قلت لا لازم انزله في القناة. طبعا أنا هنا هضيف المواد الناشفة الجافة مع بعض، وبعدين هنزل افركه زي ما بنفرك الكحك كده مع بعض، نبسه زي ما بنقول، نبس الدقيق مع الزيت، وبعد كده انزل بالسوائل اللي هي الزبادي، واعجن عجن عادي لغايه ما تبقى عندي العجينه بالطريقه الجميله دي، يعني لا ناشفه ولا وسط، جميله طريه تنفع تتفرد. هكون عندي الصينيه مجهزاها، ونعمل اول طبقه. ومشغله الفرن يكون على 200 درجه. هبدا افرد في الصينيه بايدي، وبعد كده انعم بالشبك اللي عندي، او اللي هي الآلة اللي موجوده ديت قدامكم، مش عارفه بتسموها ايه، العجله دي. انعم وابدا يكون عندي الحشوه يكون تمر المعروف بالطريقه المعتاده، لو محطوط له قرفه وزنجبيل، لو عايزين، بس انا حاطه قرفه فقط وسمنه. طبعا انا زودته شويه ميه بسيطه عشان اعرف امده ما يبقاش جامد معايا، انا عايزاه كده لانه كان جف مني يعني. طبعا بفرده بالمعلقه ازاي بكل سهوله كانه بدهنه، وهرجع تاني ابدا. خلاص عملت طبقه رقيقه وكويسه، ابدا افرد الطبقه التانية. اخد من العجينه ويعني اطبق على ايدي كده زي ما هتشوفوا في المقطع التاني، وافرد على الوش. شايفين؟ يعني اعملها الاول على ايدي، وبعدين انزلها جنب بعضها، قطعه جنب قطعه جنب قطعه، وارجع تاني افوت عليهم بقى، اقفل الفتحات وكده، وارش سمسم، ممكن سمسم وحبه بركه، بس هنا انا عملت سمسم فقط. واقطع العجينه، قطعها دلوقتي احسن من قبل ما ندخلها الفرن، هتكون كده تقطيع سهل وهيطلع منتظم الشكل. قطعها بالشكل اللي انتوا حابينه، مستطيلات، مربعات، معين اللي حابينه. انا هنا قطعتها مربعات، وطبعا الفرن شغال، ما بتاخدش وقت في الفرن. المهم طعمها بيدوب في البق. جميلة جدا جدا ومفيدة. الدخن رائع رائع، خاصة للأطفال اللي عندهم الكتلة العظمية ضعيفة، يعني فهو عندهم تقزم. وإن شاء الله زي ما قلت لكم هنعمل فيديو إن شاء الله في المستقبل عن أنواع الدقيق وفوائده. شايفين الجمال اللي طلع؟ أنصحكم بشدة تجربوا، هيعجبكم جدا، مغذي. وجبة كاملة، هي وجبة كاملة. يعني شايفين المنظر روعة، والطعم يجنن.